السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. معلش اتاخرت عليكم فيديوهات، لي فتره ما صورتش. تعالوا شايفين بقى القرص، الكميه دي كلها من كيلو دي. تعالوا اقول لكم بقى على التشكيلات والحاجات دي كلها يعني بمكونات واحده بس، اللي هو مش هنعمل كميه يعني كذا وصفة. هي انا جبت كيلو دي وحطيت عليه ذرة ملح، وجبت كوباية لبن دافي وحطيت عليها معلقة سكر ومعلقتين من الخميرة. هبتدي اقلبهم واسيبهم دي نص كوباية لبن. هسيبهم على جنب اختبر الخميرة. انا عارفة الخميرة كويسة وكل حاجة، بس بقول لكم على الخطوة دي عشان لو حد مش متأكد من الخميرة بتاعته. وهسيبها تخمر بقى على جنب، هغطيها. وتعالوا شوفوا بقى المقادير سهلة جدا. هو كيلو دي وحطيت عليه ذرة ملح. هبتدي احط معلقة سكر، يعني لو عايزين تحطوا اكتر حطوا، بس انا استكفيت يعني. وحطيت سمسم محمص. وهبتدي بقى انزل بكوباية ونص سمنة على زيت. كوباية ونص سمنة على زيت عفوا. هبتدي بقى ابس المكونات دي، ابس انا عشان كانت دافية، لازم تدفوها الاول. فابتدوا بسوا المكونات دي مع بعض. هتبقى يعني هبتدي اعملها بايدي دلوقتي، تبقى زي الرمل المندي كده. ابتدي لحد ما اتاكد ان المكونات كلها دي كله دخل مع السمن والزيت. ابتدي اقلب بايدي كده، اتاكد ان المكونات كلها وصلها السمن والزيت مع بعض. اهو. بعد كده ابتدي احط الخميره، خمرت شويه. وهجيب كوبايه لبن جنبي، لبن دافي برضو. هنزل شويه بشويه لحد ما اشوف هي عاوزه يعني. انا دفيت كوبايتين لبن، وهنزل بشويه شويه على حسب كمان الدقيق بتاعك. ممكن الدقيق بتاع دقيق يشرب سوائل والدقيق لا. فهبتدي احط كده شويه بشويه لحد ما اشوف الدقيق هيمتص، هيشرب السوائل دي ولا مش هيشرب. بملمس ايدي كده هشوف. اخدت كوبايه وهاخد الكوبايه التانية. هشوف بقى يعني انا اخدت نص الكوبايه دي، ما خدتهاش كلها. العجينه طريه جدا يا جماعه ما شاء الله. هتشوفوا بعد كده. انا زي ما قلت لكم اخدت نص كوبايه، ما خدتهاش كلها يعني. شفت العجينه خلاص مش استكفت بالكميه دي. وهنطلع منها كمية يعني زي اللي شفتوها في الاول وكمان اكتر يعني. اهي شايفين بقى طروتها. هسيبها ترتاح بقى تلت ساعة، لان بعد ما اشكلها هسيبها تخمر. هي بعد ما ارتاحت وخمرت شوية يعني، مش ما سبتهاش كتير، عشان كده لسه انا لسه هبتدي اخمرها بعد ما اشكلها. ابتدي بقى اقطعها زي ما انتوا تشوفوا دلوقتي. هبتدي اشكل بقى التشكيلات اللي انتوا تحبوها. هقول لكم على التشكيل اللي انا عملته. انا عملته زي رول كده وابتدي افرده. انا كنت عامله لو عايزين تعملوه ساده براحتكم. انا جبت عجوه. حطيتها في الطاسه، وحطيت عليها معلقتين ميه سخنين، وحطيت عليها معلقه سمنه. ابتدي اقلبهم لحد ما تطرى.
بعد كده حطيتها في كيس عشان ما تنشفش يعني. وبعد كده سويتها زي ما انتوا شايفين اهو، فردتها بين كيسين، وهبتدي احطها على العجينة. وكورت منها شوية يعني، هبتدي الم العجينة كده على بعض، وهبتدي اسويها كمان. انا يعني هلم العجينة على بعض كلها مع العجوة. وهلم برضو الجزء من تحت. اهو لميته على بعض. هبتدي اسويه بقى بعد ما افردها شوية، هبتدي اسويه واقطعها. هعمل كذا شكل انتوا هتشوفوا معايا. بعد ما سويتها هبتدي اقطع بقى من تحت ومن فوق، بسويها عشان لما اجي اقطعها تكون كلها متساوية مع بعض. برضو الجزء ده هشيله، ابتدي بقى اقطع. شايف من الشكل تحفة جدا. طبعا ده كله ده هنلمه ونعمله تاني يعني، مش هنرمي حاجة ولا هنهدر اي حاجة. انا عملت منه اشكال تاني، اللي هو الزوايد اللي طلعت دي. هجيب صينية بقى مدهونة، مدهونها سمن، وبعد كده هحط. طبعا كل ما هنعمل شوية هنسيبهم على جنب لحد ما اكمل الصينية كلها، وادخلها في الفرن يعني في فرن او في اي مكان دافي عندك. سيبها تخمر. انا دخلتها في الفرن تخمر، كنت دفيت الفرن شوية سبتها تخمر. وشايفين يعني حتى من نفس العجينة دي هنعمل قرص. انا هيكورت شوية، هعملها قرص بالعجوة. ادخل فيها لو عايز تحبيها سادة، القرص اللي احنا بنعملها عادي تقلبيها شاي بلبن. لو عايزة تحطي لها عجوة، لو عايزة كمان تحطي ملبن، نفس الطريقة بالظبط تعمل الملبن يعني زي طريقة العجوة بالظبط. برضو تحطي لها معلقة سمنة وعلى النار لحد ما تسيح معاكي، تفك معاكي كده شوية. برضو تكوريها بنفس الطريقة دي وتحطيها في العجينة. وبعد كده انا يعني بسوي العجينة وبعد كده ادخلهم الفرن برضو يخمروا. اهي بلم العجينة على بعض، بعد كده ابتدي اكورها. هبتدي اعمل شكل تاني، هفردها برضو مستطيل. دي هعملها سادة، دي قرص برضو هعملها سادة، وابتدي اعملها زي رول كده واسويها، واخد الزيادات اللي من فوق من تحت، وبعد كده ايه اقطعها بالسكينة. دي السادة بقى، انا مش محشية خالص. بس السمسم بقى يعني زي ما قلت لكم كمان في العجينة بيبقى تحفة جدا. والسمن كمان مع السمسم بيدوا ريحة جميلة جدا للمعجنات عامة. اهو
التشكيلات بقى اللي انتوا تحبوها، يعني عجوة، سادة. اهو بفردها مستطيل كده عشان ما تبقاش تخينة لما تيجوا تحطوا لها عجوة، فببتدي افردها كويس. هبتدي بقى احط نص عجوة ونص، يعني اخليه سادة، وهتشوفوا هعمل بقى هبتدي اعمل ازاي. جبت العجوة ببتدي افردها عشان مش هتتفرد كلها على العجين. عايزين تفردوها في زي ما عملت في الاول بين كيسين، بتبتدي تحطوها اهو زي ما انتوا شايفين معايا. نبتدي احط في كل ال ال الاجزاء اللي مش محطوط فيها عجوة. اهو حط الاتنين الجزئين على بعض. هبتدي بقى اساوي. انا زي ما قلت لكم اديت لكم افكار بقى، وانتوا اعملوا، شوفوا اللي انتوا حابين تعملوه، يعني اعملوا زيه. هنسوي العجين من فوق ومن تحت زي ما قلت لكم. حتى العجين اللي فيه عجوة ده مش هنرميه، هنعمل منه اشكال حلوة. هبتدي اقطعها وهبتدي اقطعها بقى ايه قطع صغيرة اهو زي ما انتوا شايفين معايا. وبعد كده هعمل قرص، يعني اللي هو شايفين ما شاء الله كيلو دي، يعني هتشوفوا معايا في الاخر جاب كمية يعني كبيرة من المعجنات. داخلين بقى على الامتحانات بتاعت الاولاد، خلاص السبت الجاي ان شاء الله هيبتدوا. فالحاجات دي يعني حلوة خالص هما ياخدوها، بدل ما يشتروا بقى سندوتشات وحاجات من بره او شيبسي او كاراتيهات او كده، شيبسي او كاراتيه يعني. يعني الحاجة المعجنات دي تحفة بالعجوة زي ما هما بيحبوا بقى. هبتدي اشكل الكمية اللي في الاخر دي هعملها قرص سادة. هو بدل ما يشتروا كمان من الفرن من بره، وانتي بدل ما تشتري يعني تعملي من كيلو دي تعملي الكمية دي كلها. شايفين ما شاء الله صينية واتنين وتلاتة، ده كله ده هدخله الفرن بعد ما دفيت الفرن. اهي صينية وصينية تاني ما شاء الله. دخلتها يعني بعد ما خمرت، وبعد كده دخلتها الفرن. شايفين بقى كان طرية جدا وتحفة وطعمها لذيذ. يا رب تجربوها والفيديو يعجبكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ان شاء الله ما تأخرش عليكم فيديوهات تاني. هذا السادة تحفة وطرية، كلهم طرية ما شاء الله. حتى لما قعدت شوية مش منشفتش الكمية دي كلها. يا رب يكون فيديوهاتي بتعجبكم، وان شاء الله تستنوني فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.